كل سنة وانتوا طيبين. العيد داخل علينا ومعاه شوية أفلام نازلة في عيد الأضحى 2025، والسنة دي بقى فيها حاجة غريبة جدا ومش زي كل سنة خالص. وموسم أفلام العيد والصيف أول مرة يحصل فيهم كده. تعالوا أحكي لكم. لأول مرة في تاريخ السينما المصرية يبقى نازل العيد ده فيلمين بس، والفيلمين كمان كانوا نازلين من قبل العيد ومكملين معانا في موسم العيد. ودي حاجة غريبة وأول مرة تحصل. زي ما قلت لكم احنا متعودين إن كل سيزون بيبقى فيه مجموعة كبيرة جدا من الأفلام اللي نازلة، بس المرة دي مفيش أفلام جديدة نازلة في العيد، ودي حاجة غريبة جدا بجد. أول فيلم معانا هو المشروع إكس بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري إياد نصار وعصام السقا. أنا زي ما قلتش وأحمد غزي، وأنا اتفرجت على الفيلم قبل العيد، وخلوني أقول لكم إنه واحد من أكتر الأفلام اللي عجبتني أنا شخصيا، وإحنا عارفين إن المواضيع دي آراء. الفيلم فكرته مختلفة وبيتكلم عن حاجات ليها علاقة بالمصريين القدماء أو ما يقال عنهم الفراعنة وسر بناء الهرم الأكبر. الفيلم اتصور في دول كتير جدا زي إيطاليا، واتصور جوه الفاتيكان، ودي أول مرة تحصل في فيلم عربي. وأهم حاجة بتميز الفيلم ده هو الأكشن اللي معمول فيه، لا أكشن على مستوى عالي يعني. أنا هقدر أديك اسم جديد. اسمك إيه؟ يوسف الجمال. الفيلم ابتدى يتعرض في الدول العربية كمان. الفيلم بدأ يتعرض في مصر يوم 21 مايو زي ما قلت لكم، مكمل معانا في العيد. أما في الدول العربية ابتدى يتعرض من يوم 5 يونيو وبرضه مكمل في العيد. الفيلم بيتعرض بتقنيات حديثة زي آي ماكس و4DX، وحقق إيرادات كبيرة جدا في مصر، يعني حوالي 30 مليون جنيه في أول أسبوع من عرض. أما تاني فيلم معانا هو ريستارت بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وعصام السقا. الفيلم كوميدي رومانسي ولسه معروض من قبل العيد بكام يوم، وده سر نفسي أفهمه، ليه الفيلم ده ما تعرضش أول مرة في العيد؟ هل صناعه مثلا كانوا شايفين ان في افلام كتير اكيد هتنزل في العيد فحبوا يسبقوا بدري؟ الفيلم بيتكلم عن مهندس بيصلح موبايلات وحلمه انه يتجوز مؤثره على السوشيال ميديا، ولحد دلوقتي الفيلم محقق ايرادات عاليه رغم تعرضه لشويه انتقادات يعني. بس انا لحد اللحظه دي ما اتفرجتش على الفيلم، ولازم اتفرج عليه علشان اقول لكم في مره تانية رايي كام. اجيب فلوس منين انا دلوقتي؟ ده في الزمن ده اي حد لو اشترى علبه سمنه بيحس انه كسر وديعه. أنا الجوكر. أنا بلقط المواهب اللي زيكم وبتفوضوني لأدير حياتكم، والعادي بيكفر لي لأن أرشدكم ومهد لكم الطريق الإلكتروني. عموما أفلام تامر حسني دايما هتلاقي عليها جدل كبير جدا، عاجبة فئة من الناس ومش عاجبة الناس التانية، واحنا لازم نتفرج علشان نحكم بنفسنا. دلوقتي بقى هنيجي لفيلم في عز الظهر بطولة النجم المصري العالمي مينا مسعود. هقول لكم دلوقتي أغرب حاجة ممكن تسمعوها عن الفيلم ده. الفيلم هيتعرض يوم 18 يونيو، يعني بعد العيد على طول. طب ليه ما يتعرضش في العيد؟ ده فرقت أيام بس يا جماعة، وبعدين اللي نازل في العيد فيلمين بس. كل الأفلام اللي جاية واللي أنا هقول لكم عليها هي أفلام هتتعرض في صيف 2025، ولكن صناعها لحد اللحظة دي ما قرروش هيتعرضوا امتى. وفي منها أفلام على وشك الانتهاء، وفي منها أفلام انتهت اوريدي وبرضه ما قرروش يعرضوها في العيد. مش قلت لكم موسم غريب قوي؟ نتكلم شوية عن فيلم في عز الظهر اللي هينزل يوم 18. فيلم أكشن وإثارة عن زعيم مافيا دولية، وده أول فيلم لمينا مسعود في مصر. بيشاركوا البطولة شيرين رضا وجميلة عوض. But I need you in another mission. More important mission than before. حمزة بيعمل إيه في مصر؟ ندخل بقى على أفلام الصيف اللي أصحابها فوتوا فرصة العيد علشان يعرضوه. أول فيلم هتكلم عنه فيلم روكي الغلابة لدنيا سمير غانم، الفيلم الذي طال انتظاره. لا طال إيه؟ طال قوي. الفيلم بيتكلم عن ملاكمة شعبية بتحقق حلمها في عالم الرياضة. الفكرة إن الفيلم ده بقالهم كتير جدا بيعملوه، وكل شوية بنسمع إنهم قربوا يخلصوا، وبعدها على طول نسمع أخبار كتير إن الفيلم قرب ينزل. سمعنا إنه هينزل نهاية السنة اللي فاتت، وسمعنا إنه هينزل في نص السنة، وسمعنا إنه هينزل في الصيف ده، ولحد دلوقتي ما نعرفش الفيلم هينزل إمتى بالظبط. هو الصيف ده أيوة، بس إمتى محدش بيقول، يحسوه سر حرب. اما رابع فيلم معانا هو احمد واحمد بطولة احمد فهمي واحمد السقا. ناس كتير جدا متشوقه انها تشوف الفيلم ده علشان نشهد عوده السقا هتكون عامله ازاي، وكمان لما يرجع مع صديقه احمد فهمي. الفيلم اكشن كوميدي عن مهندس ديكور وخاله اللي شبهه، بيلاقوا نفسهم كده في مطاردات كوميديه مع عصابه. والاول مره وبعد اكتر من 20 سنه هنشوف محمد هنيدي ومنى زكي مع بعض تاني في فيلم، وده طبعا بعد فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه. امي عملت ايه لما عرفت ان انا نجحت؟ عمل صينية بطاطس اقعد يابا باللحمة. مش هتفرق. خامس فيلم معانا هو فيلم الجواهرجي، فيلم كوميدي هيجمع منى زكي ومحمد هنيدي مرة تانية، وبيتكلم عن جواهرجي بيواجه مشاكل بسبب تصرفات مراته. أما سادس فيلم فهو أسد بطولة محمد رمضان وإخراج وتأليف المخرج المصري العالمي محمد دياب. الفيلم بيتكلم عن ثورة العبيد في فترة حكم المماليك، وبيشاركوا في البطولة رزان جمال وكامل الباشا. ولحد اللحظة دي المخرج محمد دياب ومحمد رمضان كمان دايما بيأكدوا إن الفيلم ده هو اللي هيوصل مصر للعالمية، إنه فيلم مختلف عن أي حاجة شفناها قبل كده.
قولوا لي انطباعكم عن الفيلم من البوسترز والكلام اللي بيتقال عنه والصور اللي بينزلها محمد رمضان كل شويه. بعد كده معانا فيلم درويش بطوله عمرو يوسف ودينا الشربيني وطارق عامر. ونروح لاحمد عز وفيلم فرقه الموت، فيلم اكشن بيتكلم عن واحده خاصه بتتعامل مع تهديدات امنيه خطيره، ولحد دلوقتي في كلام ان بيشاركوا البطوله آسر ياسين ومنى شلبي. اما هنا الزاهد وامير كرارة فهيجتمعوا مع بعض لاول مره في فيلم اسمه الشاطر، فيلم اثاره وتشويق بيتكلم عن راجل بيسعى للانتقام من ماضيه. ورغم ان العيد ده مش نازل غير فيلمين بس وان الجمهور مش هيحتار كتير علشان يشوف هيتفرج على ايه، الا ان برضه هيفضل التلفزيون في العيد هو رقم واحد. العيد يعني افلام ومسرحيات بقوا شويه كده من الثواب، بنتفرج عليهم كل عيد وبرضه بنضحك من قلبنا. طبعا اول حاجه التلفزيون المصري هيعرض حصريا فيلم بوحه، ايوه حصريا زي كل عيد طبعا، بس مش دي المفاجاه اننا برضه هنقعد نتفرج عليه. فيلم بوحه لمحمد سعد واللي اتعرض سنه 2005 لاول مره، كل مره بيتعرض في عيد الاضحى الكبير. بوحه الشاب اللي بيدور على حقه واشتغل بالصدفه في مذبح، واللي كلنا لسه حافظين افهاته لحد النهارده وبنرددها. تاني فيلم هيتعرض حصريا عندنا على قناه الحياه الزرقاء هو فيلم افريكان. يا حصرياتكم يا جماعه، قصه حب جميله وبدر اللي نشأت في احضان الطبيعه في جنوب افريقيا، مهما عدى سنين وسنين برضه هنقعد نتفرج عليهم وفي ايدينا طبق الترمس. بعد كده نيجي للفيلم اللي انا بصراحه ما بحبوش اطلاقا، فيلم تيمور وشفيقة. في الفيلم ده في مشهد له علاقه بالعيد الكبير، لما شفيقة كانت مستنيه الهديه او العيديه بتاعه كل عيد من حبيبها تيمور. الفيلم يعتبر واحد من ايقونات العيد الكبير اللي لازم بيتعرض كل سنه للاسف يعني. كمان عندنا فيلم همام في امستردام بطوله النجم محمد هنيدي، الفيلم ده لازم بيتعرض كل عيد، وكمان في مشهد بعد صلاه العيد على طول الاسره كلها متجمعه وبيفطروا مع بعض، وما بين الفواصل الاعلانيه هتلاقي صفاء ابو السعود بتغني لك العيد فرح، ومهما عدى وقت هتحس نفس احساس الاغنيه وفرحتك بيها. العيد فرحة وأجمل فرحة. وطبعا وسط كل الافلام الحصريه دي ما ينفعش ننسى المسرحيات. اول مسرحيه هتلاقيها قدامك في كل عيد مسرحيه مدرسه المشاغبين، اللي من اشهر مسرحيات عادل امام وسعيد صالح. مجموعه طلبه مشاغبين كل همهم انهم يضايقوا المدرسين ويزوغوا من الحصص، لحد ما بتيجي الاستاذه عفت عبد الكريم وتحاول تربيهم من اول وجديد وتعلمهم الصح من الغلط. بس طبعا المشاغبين مش سهلين، ومن هنا بتبتدي المواقف الكوميديه. ايه ده؟ قلم روج. حلو قوي البتاع ده. خد ادي لابوك. تاني مسرحية بقى هي سك على بناتك بطولة الفنان الراحل فؤاد المهندس ومجموعة من النجوم. بتتكلم عن الأب اللي بيحاول يربي بناته بعد ما مامته متوفى، وبيحصل له معاهم مواقف كوميدية كتير، خصوصا بنته فوزية اللي بوظت الفرح علشان ما خلتش خطيبها يمسك ايديها عشان قال ايه كان بيعديها. وامسكها ازاي بالظبط؟ ابدا يا بابا، كنا ماشيين في الشارع كده وفي عربيات ماشيه بسرعه كتير، وفجاه راح ماسك ايدي قال ايه بيعديني. واكيد يا جماعه ما ينفعش نكون بنتكلم عن العيد وننسى مسرحيه رايا وسكينه بطوله الفنانه الراحله شاديه والفنانه الراحله سهير البابلي. لحد النهارده كلنا لسه حافظين افيهات المسرحيه دي وبنحب نتفرج عليها.